سير بنتي يلا سير بنتي يلا شدوا. اذا الشابيتر 4 صافي. يلا بنتي نعطيك هذا الشابيتر 4 اللي هي اش الجرانيتيه وعلاقتها بالتحول. نبدا باول حاجه ودي نعطيك هذا التعريف ديال الجرانيتيه. شنو هي الجرانيتيه؟ الجرانيتيه هي واحد الظاهره جيولوجيه اللي كتاتي بعد اش ظاهره التحول خصوصا في مناطق الاصطيدان. وطبعا الجرانيتيه يعني كنتحول انا من الحاله الصلبه الى الحاله السائله، اي كيوقع لي واحد الانصهار ديال الصخور. شنو هو التعريف استاذ ديال الجرانيتيه؟ اجي تبع معايا مزيان. الجرانيتيه هي ظاهره جيولوجيه صافي تؤدي الى تكون صخره الجرانيت. يعني شنو هي الجرانيتيه من جهه نسبه الى صخره الجرانيت صافي. اش كدير اودي نعطيك هذا بفعل انصهار جزئي لصخور سابقه الوجود، بحال مثلا اللي كنقراو في مناطق الاستيطان انصهار جزئي لصخره الجنايس. الانصهار ديال صخره الجنايس يؤدي الى تشكل صهاره جرانيتيه. هذيك الصهاره الجرانيتيه عندما تتبرد صافي، عندما تخضع لتبريد داك الكريستاليزاسيون ديالها باش كتعطي داك لي كريستال باللورات صافي، كتكون لنا واحد الصخره اللي هي الجرانيت. مفهوم؟ واش واضح؟ الا جينا هنا مثال نعطيك رضا مثلا في هذه السلسله باش نتبعوا كيفاش وقعت. عندنا مثلا صخره نورمالمون كيكون الطين الشيست، كنوصلوا للميكاشيست. الميكاشيست الى زدنا الضغط والحراره شنو كيولي؟ كيولي الجنايس. الجنايس الى زدنا الضغط والحراره راه الجنايس هو اقصى ما كاين في الصوليد. يعني الى دزت انا الجنايس شنو كيوقع لي؟ الانصهار. الا كان عندي غير انصهار شويه كتوقع لي واحد الصخره بسيطه جات ما بين الجنايس والجرانيت كتسمى الميغماتيت. شنو كتسمى؟ الميغماتيت. الا كملت انا الانصهار كتعطيني اش واحد الصهاره جرانيتيه اللي كتحول لجرانيت فاش كتبرد. مفهوم؟ واش واضحه؟ اذا شنو هي الجرانيتيه؟ هي واحد العمليه ديال الانصهار بعد التحول. مفهوم؟ كيفاش كتجي كنكون عندنا سلسله تحوليه في مناطق الاصطدام. الميغماتيت الجنايس كنفوت ليطا سوليد يعني كنزيد البريسيون والضغط. شنو كيوقع ليا؟ كتحول اولا الى ميغماتيت، من بعد كتحول الى جرانيت صافي. واخا الا جينا مثلا على مستوى البنيه، مثلا الميكاشيت كتكون بنيه شيستيه. باش كنميزها؟ المعادن كيكونوا على شكل وريقات على شكل صفائح صافي ولا بدايه توريق. اما البنيه ديال الجنايس كتكون بنيه مورقه. باش كنميزها؟ بتوالي اشرطه داكنه واشرطه فاتحه. فاش كنفوت انا هذه صافي راك وصلتي للفعل. كنجي لواحد الصخره بحال كيعطاكم في واحد البرنامج قال لكم بان الميغماتيت شنو هي صافي. الميغماتيت نصها الفوقاني شنو تيكون؟ بنيه مورقه، ونصها التحتاني كيكون بنيه محببه ولا ميكروليتيه يعني بداو كيبانوا فيها البيلورات. فهنا شنو كنقول انا؟ هذه بان عندها بنيه هجينه. بنيه هجينه بين التوريق وبين البنيه اللي هي فيها البيلورات اللي هي البنيه المحببه اي تاتي من الصهاره. مفهوم؟ الا عطاني الاستاذ عطاني التعريف ديال الميغماتيت هي صخره جات ما بين الجنايس والجرانيت. دونك هي صخره هجينه وسيطه بين الجنايس والجرانيت، يعني البنيه ديالها مورقه والبنيه ديالها محببه. بنيه مورقه غنميزها بتوالي اشرطه داكنه وفاتحه، وبنيه كي دايره ميكروليتيه ولا بنيه محببه غنميزها بالبيلورات. مفهومين؟ دابا انا فاش كتعطيني فاش كنفوت الميغماتيت تعطيني الجرانيت راه معروف بانه ذات بنيه محببه يعني كيتميزوا بالبيلورات الكبيره لان صخره صهاريه. ما هو تعريف استاذ الجرانيت؟ راه ما عرفناهش. الجرانيت شنو هو الاصل ديالو؟ صهاره. اذا الجرانيت هو صخره صهاريه كي دايره بلوطونيه ذات بنيه محببه اي كامله التبلور. نجيو هنا لواحد السؤال الاستاذ ما كنعرفوش. ما هي انواع الجرانيت؟ شحال عندي من نوع ديال الجرانيت اناتيكتي والجرانيت انديساسي. استاذ كيفاش ندير نميز ما بين الجرانيت اناتيكتي والانديساسي؟ غنشوف مثلا التفصيل ديال الصخور. غنلقى مثلا شيست، ميكاسيش، جناس. شنو هي سميتها؟ الميغماتيت. الا لقيت الميغماتيت وتحت منها الجرانيت نعرفوا الجرانيت اناتيكتي. اما الا مشيت هنايا ولقيت الصهاره كتنطلعه وما بين الشقوق ديال الصخور كتبرد وكتكون محاطه بهاله التحول، وهذا هاله التحول يعني الصخور المجاوره راه تعرضت لواحد العمليه ديال الحرق. فاش كتحرق ديك الصخور المتحوله
او ديك الصخور المجاوره ديال الماغما ديال الصهاره الجرانيتيه فكتحرق، يعني كتولي متحوله صافي، كتخلي عليها واحد الهاله صافي. هذيك الهاله كنسميوها هاله التحول. الا لقيتها ما بين شقوق الصخور وكاينه هاله التحول راه الجرانيت اندساسي. الا لقيت ما بين الكنايس وما بين الجرانيت كاينه الميغماتيت يعني راه اناتيكتي. مزيان. واخا شنو هو الفرق بيناتهم؟ اول حاجه كنقول ان الجرانيت الاناتيكتي يحتل مساحة شاسعة، بينما الجرانيت الاندساسي يحتل مساحة ضيقة. الجرانيت الاناتيكتي كيكون عنده تبريد بطيء الصهارة صافي، بينما الجرانيت الاندساسي كيكون عنده تبريد الصهارة بين شقوق الصخور. إلا مشينا للجرانيت الاناتيكتي تحد صخرة الميغماتيت، ديما كنعرفوا بالميغماتيت. إلا مشيت للجرانيت الاندساسي تحد هالة التحول، هي هذه صافي اللي جات انطلاقا من التحول ديال الصهاره اللي ديجاجات داك الحراره ديالها صافي. وباش كنعرف انا الجرانيت الاناتيكتي كنلقى تحول جهوي او اقليمي. هذا المصطلح جديد اولا كنعوضوه بتحول دينامي حراري، اي ارتفاع في الضغط والحراره. اما التحول ديال الجرانيت الاندساسي فهو تحول بتماس. فاش كتقيس الصهاره كتقيس الصخور المجاوره كتحولها وكتخلي ديك الهاله ديال التحول، داكشي علاش كنحولوها شنو كنسميوهم؟ تحول بتماس، يعني تحول حراري. وغنجحجه لجميع فان دو بروغرام.